للأسف يا جماعة، للأسف النصر تعادل في مباراة اليوم الودية اللي كانت أول مباراة منقولة بث مباشر، ويا ليتها ما انقلوها صراحة، يا ليتها ما انقلوها على هالمستوى هذا. والأشياء اللي شفناها مباراة ودية قدام فريق يعني مع احترامي له ما يعتبر ضمن التوب حسب اللي شفناه. النصر حاليا كل الأندية الأوروبية تقريبا عادي تلعب معك. هذا الفريق تلعب معاه بتاليسكا وأوتافيو وتيلس والحارس بنتو والدفاع والأجانب المحليين السعوديين الكبار، تتعادل 1-1. صحيح انه استعداد، بس ما في شيء يثبت ان هذا استعداد. اذا هذا الاستعداد كيف المباريات الرسميه، كيف اللعب، كيف بدايه الموسم، كيف بطوله السوبر بعد اقل من 20 يوم، كل الاشياء اللي شفناها اليوم صراحه للاسف. بس للحين الفريق ما كمل، هذا اللي مخليني ساكت شوي، هذا اللي مصبرني انا اليوم. الحمد لله، مع اني والله ما كملت مباراه، لكن الحمد لله عرفت ان الفريق يبيله شوي صراحه. هارد لك. واللي يقول ليه تسجل على الحارس النصر بلنتي، ترى مو هو ريبورت، هو حارس طبيعي تسجل عليه هدف وهدفين وثلاث، بس في مباريات كبيره لازم يشيلك الحارس بعض الاحيان. فالحارس هذا جايبينه باذن الله تعالى ان الحارس واللعيبه كلهم يرجعون لمستواهم، ومتفائل فيهم كثير ورب البيت. الحمد لله على كل حال. وهارد لك مباراه الوديه، مع انها وديه ما تحسب هارد لك ولا مبروك، بس اقول هارد لك على المستوى بس. باذن الله القادم افضل مع اكتمال الفريق باذن الله تعالى. في ختام المقطع هذه يزرع الاصفر يا جماعه، تعالوا هناك ونشوفكم هناك باذن الله. ننزل صور وننزل اخبار وننزل كتابيات كلها هناك على